طلبة السادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي في محافظة النجف الأشرف مطالبين الحكومة الاتحادية ووزارة التربية بتأجيل امتحاناتهم النهائية التي ستتزامن مع شهر رمضان المبارك، كما طالبوا المرجعية الدينية العليا بالتدخل لإيصال صوتهم. في وسط محافظة النجف الأشرف تظاهر عدد كبير من طلبة السادس الإعدادي فرعيه العلمي والأدبي من أجل مطالبة وزارة التربية بتأجيل الامتحانات النهائية المزمع إجراؤها في 27 من الشهر الحالي، وذلك لمزامنتها مع حلول شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يعسر عليهم تأدية فريضة الصيام مع ما يتحتم عليهم من مذاكرة ودراسة لتحقيق الدرجات العليا. احنا طلاب السادس الإعدادي طلعنا مظاهرة اليوم نطالب الحكومة بتأجيل امتحانات السادس الإعدادي ولأسباب الآتية. أولا، الامتحانات راح تصادف شهر رمضان واكثر الطلاب صيام، ونقول الاغلبيه طبعا صيام وما نقدر لان درجات الحراره عاليه. اولا. ثانيا، المراكز الامتحانيه أعزائي المشاهدين، الآن نلتقي مع أحد المصنفين التربية الإسلامية. سؤالك مسكين بالله. صور حراك. صور عشان أجيبه عليك. قال ما تقرأ الله. يعني سوء الخدمات اللي بيها، وصارت المراكز الامتحانيه بعيده عن الاماكن سكن الطلاب. لذلك احنا نطالب الحكومه بتاجيل امتحاناتنا اسوه بانفسنا النازحين يوم 25/7، ونرجو من المرجعيه صاحبه الصوت المسموع للحكومه، لان الشعب حاليا بهذه الظروف صوتنا ما قاعد يسمعوه. يعني ميزانيه بالعراق ماكو على مود بطل مي، هذا البطل مي يعني شنو خسارته؟ عم احنا ندفع البطل مي، احنا ندفع البطل مي بس خليه ياجلون الامتحانات. يعني على مود رمضان يعني احنا نحتار نصوم ونحتار نمتحن. والله احنا هسه بعدنا ما صايمين وما قاعد نشوف ارواحنا، يعني ما قاعد نقرا، ما نفتهم كل شيء، نروح للمكاتب كلها على التبريد على هاي يلا نحصل، نجي العصريات هنا يلا على بساحه الصدرين يلا عود نقرا لنا شويه على البروده. تأدية فريضة الصيام في ظل درجات حرارة عالية مع ما تشهده البلاد ومنذ عقود عديدة من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي يجعل مهمة الطالب في تحقيق المعدلات العالية أمر في غاية الصعوبة، مما دفع طلبة السادس الإعدادي من مناشدة وزارة التربية بتأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان. طالب السادس ما يقدر يصوم ويمتحن بنفس الوقت، لأن مثل ما نعرف الضغوط النفسية والحرجة اللي يمر بها الطالب، إضافة إلى أنه كهرباء ماكو، فما يقدر يقول لك أنا ما أقدر أوفق بين امتحاناتي وبين الصوم. كهرباء ماكو، الجو حار، وفوقاها يعني احنا رايدين معدل، يعني طالب سادس علمي ما يفيد المعدل يعني الواطي، يريد معدل يعني عالي، لازم يريد يطلع. يعني المتظاهرون وعلى الرغم من توجيه الدعوات للسلطتين التنفيذية والتشريعية في المحافظة لحضور التظاهرة والرد على طلباتهم، إلا أنهم تفاجؤوا بعدم حضور أي مسؤول من كلا السلطتين، لا من مجلس المحافظة ولا مسؤول عن التربية، واحنا اعطيناهم علم، واحنا يعني مطالبنا قليلة، ما ردنا شيء بس الامتحانات يأجلوها عن شهر رمضان، لأن يعني الطالب ما يقدر يمتحن بشهر رمضان، ويعني الدنيا حارة ومواد يعني كثيرة المواد ما نقدر نمتحن بشهر رمضان، مطالبنا جدا قليلة، لا أحد سمعنا ولا أحد رانا الشريط. تأجيل امتحانات السادس الإعدادي ليس بالمطلب الصعب على الحكومة وعلى وزارة التربية تحديدا، كونه يتعلق بتحديد مستقبل الطالب. حيدر جبور، قناة الفيحاء، النجف الأشرف.